والله وإجا عزك يا ملفوف، ومن الخجل صاروا خدودك حمر. لا، هذا ملفوف سلقته بمية الشمندر، بس على البوفيهات خطير. بتعملوه قبل بيوم، بتسلقوه نص ساعة، بتتركوه يبرد بالثلاجة وياخد النكهة. تاني يوم بتقلبوه وبتصفطوه نفس اليالنجي. راح أجيب الملفوف، اللون الأخضر ما بينسلق، اللون الأبيض اللي جوا هو اللي حينسلق. راح نحط شمندر حب وشمندر عادي، لقيتوه خفيف لون الشمندر حطوا صبغة حمراء. الحشوة طبعا رز وبقدونس وتومة وبصل، أنا حكتب لكم إياها مع البهارات. بتلفوا الملفوف بالطريقة العادية بهذا الشكل، بترتبوه بالطنجرة. مية السلق اللي كان فيها الشمندر ما بكبها، نفسها رح أرد أسلق فيها الملفوف بعد اللف. بضيف عليها طبعا البهارات، الكمون، الفلفل الأسود، بودرة مرقة الدجاج، التومة، زيت الزيتون، وبسلق فيها الملفوف. الغمر اللي بدي أفرجيكم إياه، يعني ما بحط كتير المي، يا دوب بهذا الشكل زي ما أنا فرجيتكم هلأ. الغمر بتتركوه على الغاز نص ساعة وبالتلاجة لتاني يوم للبوفيهات. خطير وراح يعجبكم.